الزمالك والمقاولين، الزمالك والمقاولين ماتش كلاسيكي دايما بنشوفه في ماتشات الزمالك في الدوري. بقلق من حاجة واحدة من لعيبة الزمالك، من الماتشات اللي بتبقى مش معمول لها حساب، أو مش ماتشات زي مش فريق قوي يعني. الزمالك بيفقد في نقاط، ولكن الزمالك إن شاء الله يعمل نتيجة كويسة، والزمالك اللعيبة تبقى داخلة عارفة إن الماتش لازم أنا أخلص فيه من بدري بدري وأموت الماتش من بدري بدري. ما اقعدش بقى أضيع في فرص، الفرصة اللي تجيلي لازم أنتهزها وأخلص فيها. طيب تشكيل الزمالك ممكن يكون مين؟ تشكيل الزمالك هيكون بنسبة كبيرة يعني اللي أنا متوقعه هيكون محمد صبحي، هيكون رباعي بنتايج، حسام عبد المجيد، الونش، عمر جابر، قدامهم محمد شحاتة وعبد الله السعيد، قدامهم ناصر ماهر، على الشمال ادم قايد، على اليمين اخوان الفينا، مهاجم راس حربة عدي الدباغ. ده اللي انا متوقعه ومتمنيه في نفس الوقت، وان شاء الله ماتش يكون ماتش جامد جدا 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 لنادي الزمالك، والزمالك هيعمل نتيجة كويسة. هيعمل نتيجة كويسة، والظهور الأول لإخوان ألفين هيكون جبار. أتوقع إن هو هيعمل شغل عالمي النهاردة.